سعودي يرفض العودة إلى السعودية ومتمسك بالبقاء في السودان. ده العنوان يا جماعة مكتوب كده. إن هذا البلد السودان إن جيناها سنة مجاعة وسنة هجرة، زمن هجرة ومجاعة، واحتوتنا واحتضنتنا وأكرمتنا وفتحت لنا قلوبها وبلادها ومراعيها لإبلنا وحلالنا ومواشينا، وعشنا فيها بأعز عيشة وأكرم عيشة وأطيب عيشة مع أهلها الطيبين، فما ممكن يوم صارت لها الأزمات نتخلى عنها. هل فعلا قبائل الرشايدة سعوديين ولا سودانيين؟ لما تسمعوا باقي كلام الزول ده وتشوفوا كمية الوطنية وحفظ المعروف بتقدروا تقيموا هل هو سعودي ولا سوداني، ولازم نتعلم منه يعني شنو وطن. لو عايز تفهم الموضوع كامل فاصل ونشوف الحاصل. السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم وليد فارس من سودان كاميرا. عزيزي المشاهد، نعمل اللايك الشير ونشترك في القناة عشان نخش في موضوعنا طوالي. الفيديو اللي حنتكلم عنه وموضوع حلقتنا لليلة هو شاب رشايدي بيتكلم عن السودان وعن سبب مجيئهم للسودان والمعروف اللي قدمته لهم الأرض دي، وبيرد على الناس اللي قاعدة تقول لهم بما انه انتوا في الأساس سعوديين ليه متمسكين بالسودان في الظروف الصعبة دي؟ ما ترجعوا لبلدكم الأصلي. قبل ما أوريكم هل الرشايدة سعوديين ولا سودانيين، وقبل ما نتعمق ونخش في تفاصيل الموضوع، هعرض لكم مقتطفات من الفيديو حقه. السلام عليكم. أحب أفهمك يا حبيب، الله يطول عمرك ويعطيك العافية، إن هذا البلد السودان إن جيناها سنة مجاعة وسنة هجرة، زمن هجرة ومجاعة، واحتوتنا واحتضنتنا وأكرمتنا وفتحت لنا قلوبها وبلادها ومراعيها لإبلنا وحلالنا ومواشينا، وعشنا فيها بأعز عيشة وأكرم عيشة وأطيب عيشة مع أهلها الطيبين، فما ممكن يوم صارت لها الأزمات نتخلى عنها. بالعكس، هذا الوطن دفنت فيه أجدادنا ودفنت فيه حبوباتنا، وعشنا فيه العسر واليسر، ولا نزال متمسكين به وندافع عنه بكل ما أوتينا من قوة. أقسم بالله نحبه وتراب ريحته يسوى عندنا الدنيا وما فيها. وإذا اغتربنا ورأينا يعني رموز كالخرطوم أو جبل كسلة أن نشتاق شوق، يعني يا الله نصبر انفسنا من شدة الشوق لتراب هذا الوطن الحبيب اللي فيه مزارعنا وفيه ايام طفولتنا ترعرعنا فيه، وفيه اجدادنا ايامنا الحلوة. فما ينكر اصله الا عديم الاصل يا حبيب، وما ينكر الطيب الا عديم الاصل. هذا البلد احتوانا واحتضنا سنين مجاعة وسنين هجرة وتعب، فمستحيل نستغنى عنها. الله يجزاك خير. طيب يا شباب، عشان نضع النقاط على الحروف، أول حاجة الرشايدة حاليا يحملون الجواز السوداني، وهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع السوداني. دخلوا السودان زيهم زي أي قبائل عربية في زمن قديم جدا. يمكن صح